السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي بيصل اتفاق مع محمود مرعي مدافع نادي فيوتشر، وإن شاء الله هنشوف محمود مرعي مع النادي الأهلي إن شاء الله الموسم الجاي. مع بداية الموسم المقبل إن شاء الله هنشوف محمود مرعي مدافع نادي فيوتشر مع النادي الأهلي إن شاء الله. في برضه محمد الشناوي جاله كذا عرض، لكن الشناوي سايب الموضوع في ايد النادي الاهلي، تمام، ومركز هو مع الفريق. ومحمد الشناوي جاله عرض ب5 مليون دولار من الدوري السعودي. لكن محمد الشناوي سايب الموضوع كله في نادي، يعني بإيد النادي الأهلي. في برضه استقر الأهلي على ضم اللاعب خالد عبد الفتاح المعار من نادي سموحة بشكل نهائي، والقرار ده جاي برغبة كولر. شايف يعني كولر شايف إن اللاعب مستواه عالي، وشايف إن هو يعني عايز خدماته مع النادي الأهلي، فهو قرر إن هو يعني يشتريه ويضم اللاعب بشكل نهائي. برضه محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر رفض الانتقال لفريق بيراميدز رغم العرض الخيالي اللي نادي بيراميدز زي اداهوله وعرض عليه. لكن محمد رضا بوبو قال انا عايز اروح النادي الاهلي، وهو يرغب في ارتداء الفانيلا الحمراء وعايز يروح القلعة الحمراء. في برضه عندنا إدارة النادي الأهلي ترغب في عدم تجديد عقد محمد شريف مهاجم النادي الأهلي دوت، طبعا بسبب تراجع مستوى محمد شريف. احنا شفناه في نادي في آخر ماتش مع نادي الوداد. شاف يعني كان حالته كانت سيئة جدا جدا، جاله كرة انفراد ما عرفش يتصرف فيها. محمد شريف بصراحة فعلا مستواه قل جامد عن السنتين اللي فاتوا. يعني بصراحة مش عارف محمد شريف مستواه قل وتراجع بصورة كبيرة، معرفش ايه سبب التراجع ده. وربنا يسهل الأيام الجاية هنشوف محمد شريف هيقعد مع النادي الأهلي ولا لأ. بس هو أنا شايف بنسبة كبيرة إن محمد شريف النادي الأهلي هو لسه له المفروض سنة، فأنا شايف إن هو أكيد النادي الأهلي هيخليه يطلع إعارة يعني في أي نادي أو حاجة زي كده. وبالنسبة لطاهر محمد طاهر، قال الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق إن كولر يشعر بعدم الرضا من مستوى طاهر محمد طاهر. فبرضه فعلا طاهر محمد طاهر ما هوش طاهر بتاع زمان، برضه مستواه قل برضه بنسبة كبيرة. ومستر كولر قال لي يعني إيه إن هو مش عايزه قوي يعني. كان في برضو تصريح كده، نروح بقى الناحية تانية لتصريحات المستشار مرتضى منصور المضحكة. وكان في حاجة غريبة كده، قال إن أعضاء نادي الزمالك راحوا يصيفوا في مرسى مطروح ومش عارفين نرجعهم تاني علشان مفيش فلوس. يعني هو راح يعني هما راحوا يصيفوا في مرسى مطروح ومعهمش فلوس يرجعوا تاني القاهرة. فطبعا ده تصريح غريب جدا وحاجة غريبة قوي. انا مش عارف، يعني في تصريحات دايما غريبة من المستشار مرتضى منصور. ده طبعا تصريح غريب جدا. انا يعني مش عارف هم مش عارفين يرجعوا ازاي. طب امال هم هيشتروا اللعيبة ازاي الجديدة اللي بملايين الدولارات؟ ما اعرفش هم هيجيبوا اللعيبة دي منين. يعني دي رحلة عادية اكيد، يعني مش مكلفة جامد، فازاي بقى هيشتروا لعيبة بملايين الدولارات؟ في برضه خالد الغندور بيقول في قرار تاريخي من رئيس نادي الزمالك برضه. يعني هو بيقول برضه كلام برضه على المستشار برضه مرتضى منصور، بيقول ان هو القرار ده هيغير مجرى الزمالك وان هو يرجع الزمالك. فكويس ان في حاجة هترجع نادي الزمالك. انا شخصيا اهلاوي، لكن اتمنى ان الزمالك يرجع لمستواه عشان يكون في منافسة بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، والدوري كده يعني يبقى فيه منافسة مشتعلة. فالقرار ده ايه؟ يقول لك قرار هو رئيس نادي الزمالك يمنع بيع البليلة داخل نادي الزمالك. وعلى فكرة القرار ده بجد مش بهزار. يعني انت لو قناة نادي الزمالك هي اللي قايلة الموضوع ده، وخالد الغندور هو اللي قال الموضوع ده، يعني الموضوع ده بجد مش بهزار. يعني هو طبعا حاجات كلها تضحك، وكل الحاجات اللي بتتقال في قناة الزمالك ديت انا شايفها ان هي قناة تنفع تبقى قناة يعني ايه
قناة ضحك، مش قناة إعلامية عن كرة القدم ولا الكلام من ده. هما طول طبعا القناة بيقعدوا يعني يتكلموا على يعني ما بيتكلموش دايما على إنجازات النادي الأهلي، ولا بيتكلموا عن نفسهم. هما دايما بيقعدوا يشتموا في النادي الأهلي وبيعيبوا في النادي الأهلي، وفي يعني قرارات كده بتطلع كلها ضحك في ضحك. فبرضه في حاجة برضه كانت بسبب نادي الزمالك، إن نادي الزمالك يعني فتح خطوط اتصالات لضم أشرف بن شرقي علشان عودته للزمالك مرة أخرى. بس يعني هي الصفقة ديت يعني إيه لسه متحسمتش قوي، لأن بن شرقي العقد بتاعه ممتد مع نادي الجزيرة الإماراتي تقريبا موسم أو اتنين كمان. فهنشوف في الأيام الجاية بقى هل بن شرقي هيرجع الزمالك ولا لأ. بصراحة هو بن شرقي فرق كتير جدا مع الزمالك من ساعة ما هو مشى، ومستوى الزمالك تراجع بشكل كبير جدا. فنتمنى يعني إن المنافسة تبقى بين الأهلي والزمالك يعني قوية عن كده، لأن هو الدوري المصري هو عبارة عن أهلي وزمالك، ما بيكتملش غير إلا يعني الزمالك يعني تبقى معاه لعيبة قوية جدا. فلازم المنافسة تبقى مشتعلة بين الأهلي والزمالك، لأن هو الدوري المصري هو عبارة عن أهلي وزمالك، مع احترامنا لفريق بيراميدز وفيوتشر والأندية التانية دي كلها. بس هو الدوري المصري معروف دايما المنافسة بين النادي الأهلي وبين نادي الزمالك. وبرضه في حاجة عايز أقولها بخصوص محمد عبد المنعم في ماتش العودة اللي كان بين النادي الأهلي وبين النادي الوداد. محمد عبد المنعم أنا شايف إن النادي الأهلي ما يفرطش فيه بالسهل خالص، لأن محمد عبد المنعم وحسين الشحات الاتنين دول يعني صعب تعويضهم. فأتمنى إن هم يفضلوا مع النادي الأهلي. ومحمد عبد المنعم في ماتش الوداد مع النادي الأهلي بين الشوطين كده في الاستراحة، يعني الريست اللي بقى بين الشوطين، قال للعيبة وحمسهم وقال لهم إن شاء الله البطولة دي بتاعتنا والله العظيم بتاعتنا. يعني حاول إن هو يحمسهم والكلام من ده. وإحنا شفنا فعلا النادي الأهلي في الشوط التاني غير الشوط الأول خالص. الشوط الأول الأهلي ما لعبش بربع جنيه كورة، لكن الشوط التاني خصوصا بعد يعني نص الشوط التاني كده النادي الأهلي بدأ يفوق، وبدأ بعد ما جاب الجون بدأ يمسك كورة، وكان في استطاعته إن هو يكسب يعني يجيب 3 أجوان بعد الجون اللي هو جابه، لأن إحنا ضيعنا فرص كتيرة جدا بعد الهدف. ودي كانت حلقة اليوم. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.